ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه واحسن حال. طبعا يا جماعه كلنا طبعا عارفين ان الكنافه ديت موجوده طول السنه، بس في رمضان طبعا بتبقى ايه مميزه شويه ولازم كلنا بنعملها. ماشي، احنا هنا ايه هنعمل النهارده كده مع بعضنا ايه فيديو كده نعمل فيه طريقه عمل الكنافه بالكريم. انا عارفه ان الناس هنا بتعملها جميله واحسن مني، بس انا ايه بجد يعني نفسي تجربوها من عمايل. اول حاجه كده انا قلت اعمل الشربات كده عشان اركنه على جنب، عايزاه يبقى بارد. حطيت كوبايتين سكر وكوبايتين ميه. على فكره ما ركنتهوش برضو، ايدي كانت فيه برضو عشان ما يتقلش ويبقى مش حلو. هنا بقى بعمل الكريمه بتاعت الحشو. حطيت 3 كوبايات لبن. ماشي، وطبعا السمنه بتاعتي انا جايباها كده. عايزه تاكلي كنافه حلوه اعمليها بسمنه بلدي. السمنه البلدي بصي بتطلع الكنافه ممتازه فوق ما تتخيلي. هو الاول يعني عادي، احنا مش طول عمرنا بنعملها يعني بالسمنه البلدي، انا بعملها برضو بالسمنه العاديه ديت. بس لما بعملها بالسمنه دي بيبقى طعمها مختلف شويه. بعد ما حطيت ال3 كوبايات لبن، سبتهم طبعا شويه كده لحد ما ما احس ان هو خلاص يعني بدأ يغلي معايا. هنزل بقى آه بال هجيب بقى النشا بتاعي، اللي هم 4 معالق نشا. بحطهم في كوبايه على نص كوبايه الميه، يعني نص كوبايه ميه عليهم 4 معالق نشا. هدوبهم حلو كده عشان ما يبقاش النشا مكلكع. لازم تدوبيه حلو كده. ماشي، وبعد ما تدوبيه طبعا انت حاطه اللبن. زي ما قلت لكم كده، لما هحس بقى ان اللبن خلاص هيبدا ان هو يغلي معايا، هنزل عليه بالنشا اللي انا دوبته ده. بس واحده واحده، مش هنزل مره واحده كده عشان ما يكلكعش مني. واحده واحده بالراحه. اهو بصوا بقى هنا انا واقفه كده استنى اللبن، بشوفه يعني كده. حسيت كده من الجناب اللي هو خلاص بدا ان هو هيغلي معايا. بنزل بقى بشويه النشا اللي انا عاملاهم في نص كوبايه الميه ديت، ال4 معالق نشا. نص كوبايه ميه على على 3 كوبايات لبن. بنزل بقى كده بقلب فيه كده عشان ما يحصلش مني، اذا ما يحصلش فيه تكتلات او يعني كلكع مني. ماشي اهو. ما تنسيش يا قمر تعملي لي بقى اشتراك في القناه بتاعتي وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واهم حاجه اللايكات. انا نزلت هنا معلقتين كده عسل من اللي انا عاملاه، الشربات اللي انا عاملاه على جنب. ومعلقتين برضو سكر كده عشان ما يبقاش برضو الحشو بتاعي عادي. مستحب برضو انك انت ما تحطيش لو انت ما بتحبيش الحاجه مسكره جامد. برضو هنا بقى بقلب بايدي كده عشان ما يكلكعش مني. زيه زي الكريمه اللي احنا بنعملها. هنا بوريكم اهوت السمنه هي بردت معايا. هجيب بقى الكنافه بتاعتي، هكون مثلا يحطها في الفريزر. انا لسه جايباها. في ناس بقى بتحطها في الفريزر وتطلعها كده تكسرها بايديها، بتبقى جميله يا حبايبي. انا بقى لسه جايباها من عند الراجل، بقى عملتها بايدي كده. اهو بصوا بقطعها كده بايديا، اخليها على قد ما اقدر ان هي تكون مفرفته معايا كده. ماشي، هجيب السمنه هي هوزعها، كل السمنه هنزلها كده على الكنافه. حاجه سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده. اهو هشبعها بقى هشبع الكنافه كلها بالسمنه كده. برضو اللي ما بيحبش السمن ياما وكده ما يحطش ياما، الحاجه اللي تريحكم، عشان في ناس بتتعب من السمنه الياما دي. جبت بقى هنا الصينيه بتاعتي، دهنتها طبعا الارضيه بتاعتها دهنتها سمنه، والجوانب برضو بتاعتها دهنتها سمنه. ورحت بقى رصلكوا كده الرصه بتاعت الكنافه دي، وبتك بقى عليها جامد كده، بضغط عليها جامد كده. بعد كده بقى بعد ما اخليها حلوه كده ومسويه من نفسها، هروح بقى جايبه لكم الكريمه اللي انا عاملاها. ماشي، الكريمه اللي انا عاملاها هصبها كده اهو. مش لازم الرقه اللي تحت تبقى تخينه، لا، ممكن تكون هي الرفيعه واللي فوق على الوش تخينه شويه عادي. بصي اهو. انزلي بقى كده يا حبيبتي بالكريمه، وحط على الوش بقى بقيه الكنافه بتاعتك اهو. احلى صينيه كنافه في الدنيا كلها بجد، طعمها خطير وهتعجب الولاد في البيت، وهتعجب اي حد ياكل منها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله ازاي! اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا هنا بقى قالوا لي بقى قاعده هي في الصاله كده، طلعت اشوفها بقى، ما هي قاعده لوحدها، خفت تقع من على الكنبه.
عسل ازاي؟ مستنيه بقى الكنافه كده تاخد لها. لا على فكره ما بتاكلش كنافه، لان الكنافه فيها سمنه وانا بخاف عليها. هي كده طالعه كده تقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. حاطه رجلي على رجلي بقى، هي قاعده مروقه كده في الصاله. هنا بقى انا كنت حطيت بقى الكنافه بتاعتي في الفرن. خدت من تحت كده يعني حاجه بسيطه كده، ومن فوق على الوش برضو حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين. ونزلت كده بالعسل بقى بتاعي، الشربات اللي انا عاملاه. بص بقى يا شربات، انت طبعا الفرن بتاعك احسن من بتاعنا، الفرن بتاعي مش حلو. مطلع برضو الكنافه يعني هي مش عاجبني الوش بتاعها برضو. في فراغات بيضه كده. طبعا الهدوم اللي في الارض دي انا كنت بصبن، وهم حكموا عليا اعمل كنافه. فكتر خيري برضو اللي انا هعملها لهم يعني وانا بصب. اهي بصوا بقى كده، طلعت في منتهى الجمال. حاجه جميله كده. هسيبها بقى لما تبرد شويه واقطعها واطلعها بقى كده من التلاجة كده، اقطعها عشان يبقى طعمها حلو وشكلها احلى. وهتجربوها هتقولوا فعلا ان الكنافه دي طعمها جميل وشكلها. بصوا بقى يفتح النفس كده. قطعت لكم حته اهي عشان اوريها لكم اهي. بجد اقسم بالله ما كنتش بحسب ان هي هتطلع حلوه كده، والحمد لله طلعت جميله كده اهوت عشان تعجبكم اهي اهو. وفي اخر الفيديو كده بيقول لي يعني بخيل بخيل بخيل. قال له مين؟ قال لك من يسمع اسم النبي محمد ولم يصلي عليه. صلوا على النبي، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة.